يقول الشيخ جعفر التستري صاحب الخصائص الحسينية أيام 10 محرم يقرأ بحرم علي بن أبي طالب. يقول سنة من السنين يوم السابع صعد على المنبر يريد يقرأ على العباس، فقام له واحد من هاي ناسنا الطيبة المؤمنين قال له شيخنا احكي لنا عن فضل أبي الفضل العباس. يقول الشيخ جعفر التستري عالم شيخ جعفر، قال له يا رجل شنو أحكي لك عن فضل العباس، أنا جاي أريد أقرأ مصرع العباس، شنو أحكي لك عن فضل العباس وقد قبل كفيه 3 أئمة معصومين العباس. أول إمام قبل كفيه علي بن أبي طالب لما ولد العباس. قال له ثاني إمام قبل كفيه الحسين لما إجا من المخيم راح للعلقمي. هذا بن مسلم يقول شفت الحسين طأطأ على شيء شاله، كف مقطوع قبله وخلاه وياه. يقول بعدين شفته طأطأ على شيء ثاني شاله، كف ثاني مقطوع قبله وأخذه وياه. وثالث إمام زين العابدين لما دفن العباس قبل كفه.